السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما نبدأ كلامنا نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أنا إن شاء الله يا جماعة أنا النهاردة بعمل إيه؟ كوسة بطماطم، كيلو كوسة واحد فقط لا غير. بعمل إيه؟ بجيب بصلاية وسط، بحط معلقة سمنة واحدة، عندك زبدة حطي، عندك سمنة عادية حطي، بدبلها بحبة فلفل أسمر فقط لا غير. تمام، حبة صغيرين عشان انا هحط فلفل اسمر ايه لسه في الحياء بتاعها. تمام. وبروح رامي عليها الكوسه، بديلها تشويحه كده يا جماعه. بعمل ايه بقى؟ بجيب نص كيلو طماطم، هي الكيلو الخضار يا جماعه بياخد نص كيلو طماطم برضو فقط لا غير. هنا ايه، شوحتها حلوه ايه. بسم الله. احط عليها ايه الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو كده. نص كيلو طماطم. نص كيلو طماطم بس، بتبقى طعمها تحفة. وبالأمانة أمانة الله والله الكوسة دي أرديحي، لا حاطة فيها لحمة مفرومة، ساعات بحط فيها ربع كيلو لحمة مفرومة، ولا لحمة مفرومة ولا لحمة سليمة. تمام. مالها نعمة ربنا كلها حلوة، الموجود يتاكل. وأعمل جنبها رز الشعرية، بتبقى تحفة. اللهم بارك، ربنا يديمها نعمة يا رب ويحفظها من الزوال، اللهم آمين يا رب العالمين. وأكلة جميلة خفيفة كده، وحبة ملح، حبة فلفل أسمر، الموجود يتاكل. مفيش حاجة اسمها فراخ لحمة مفرومة، ليه؟ مفيش، خلاص عادي يعني. هتغلي بقى كده ايه، وغطي عليها النار. عشان الاكل يا جماعة لما بيستوي على نار هادية كده بيبقى طعمه حلو. تمام. هنا ايه، هجيب ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هجيب هنا طبق علشان احط عليه المعلقة. تمام. الطبق احط ايه في المعلقة علشان ايه المعلقة ما بتتحط كده على الحلة. ممكن ايه طماطم ولا حاجة تيجي منها على البوتاجاز، كده احنا بنصبنه يعني بعد ما بنخلص. بس ايه عشان يبقى ايه شكله يفتح النفس كده، واحنا بنشتغل تبقى الحاجة حوالينا ايه نضيفة. تمام. بس هنا ايه هتغلي الكوسة بتاعتنا. والله ارديحي، ولا لحمة مفرومة، ساعات بحط فيها ربع كيلو لحمة مفرومة على الكيلو النهاردة، ولا لحمة مفرومة ولا لحمة سليمة. رز بشعرية ونعمة من عندك يا رب. بس الرز ايه شوية كده ايه اولع عليه عشان لسه ايه بدري شوية على الرز. تمام. حط لها بس ايه حبة ملح وحبة فلفل اسمر، بس لما تاخد ايه غلوتين كده، عشان ايه الملح في اول الاكل ايه بيخلي الاكل حادق شوية، لان الفلفل الاسمر فيه ملح اللي انا حاطه حبة برضو ايه صغيرين في البصلة، عشان بتخليها بصراحة بتوديها في حتة تانية، بتخلي طعم الاكل جميل يا جماعة. حبة فلفل اسمر مع البصلة وانت بتشوحيها بتخلي الاكل طعمه جميل. هنا بقى ايه اغطي على الاكل بتاعي بس، وهقف ايه كده ثواني جنبي كده يغلي شوية، واروح موطية عليه. انا بقى منضف المطبخ كده ايه حواليا. والنص كيلو على فكرة يا جماعة الطماطم انا ضرباه في الكبة، ما بضربش نص كيلو في الخلاط. هطلع خلاط على نص كيلو لا، بضرب في الخلاط بقى لما يكون مثلا هعمل خضار 2 كيلو، هحشي. طبعا المحشي كلنا عارفين ان هو بياخد طماطم، لازم ايه اطلع الخلاط علشان ايه اضرب الطماطم فيه. تمام. والكبة على فكرة يا جماعة بتضرب الطماطم كويس جدا والله، مش كل شوية ايه اطلع الخلاط على نص كيلو طماطم لا. انا ايه انضف المطبخ حواليا، تكون هي بقى استوت، هوطي عليها النار. بسم الله. بسم الله ما شاء الله، اهي بتغلي اهي. بقى ايه حبة ملح وحبة فلفل اسمر واحطهم،
وهوطي عليها النار على ما انضف المطبخ حواليا يكون ايه استوت، ونعمل بقى الرز ان شاء الله كده. وربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. وبألف هنا وشفا يا رب لله ياكل، واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.